بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في عمدة الأحكام. أين القارئ؟ من قرأ بالأمس في عمدة الأحكام؟ يلا اقرأ. بسم الله. قال المعلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب ثم صلاها بين المغرب والعشاء. طيب، الحديث الذي يليه: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. يوم الخندق حفره المسلمون في شمال المدينة، وهو من فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه. وكان عدد المشركين يومئذ 10,000 مقاتل. وغزوة الخندق كانت في السنة 4 أو 5 من الهجرة، وهي غزوة الأحزاب. وقد انتصر المسلمون فيها في غزوة الخندق، والقصة معروفة. عندما أرسل الله عز وجل على المشركين الريح والجنود، والمسلمون أشار إليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه بأن يحفروا الخندق، وحفره المسلمون، وكان عمقه 7 أذرع، أي ما يقارب 3 أمتار ونصف تقريبا. وهذه كما قلنا لكم انتصر فيها المسلمون. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليهم بأن يملأ الله عز وجل قبورهم وبيوتهم نارا. وقوله شغلونا أي أنهم ألهونا عن الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال: وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر بين المغرب والعشاء. والمقصود هنا في قوله بين المغرب والعشاء أي بين وقتي المغرب والعشاء، بين وقتي المغرب والعشاء. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا العصر
بعدما غابت الشمس، ثم بعد ذلك صلى المغرب، ثم صلى العشاء. قال: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. حبس المشركون المسلمين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة العصر في وقتها، وذلك بسبب القتال. فبسبب القتال انشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر. قال: حتى احمرت الشمس أو اصفرت. والاحمرار هنا أشد من الاصفرار، لأن الإحمرار معناه أن الشمس قد قربت من الغروب. حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أجوافهم أي بطونهم، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. والحشو أبلغ من الملء. وهذا كله دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأنهم ألهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فلم يصلها في وقتها. فيستفاد من هذين الحديثين فوائد، منها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وأنه تأثر عندما فات وقتها، تأثر عندما فات وقتها. ومن فوائد هذا الحديث أن الوقت المختار للعصر هو ما قبل أن تصفر الشمس، هذا هو وقت الاختيار. ويستفاد أيضا فضيلة صلاة العصر، وأنها هي الصلاة الوسطى وهي الفضلى. ومن فوائده كذلك أنه يجب على الإنسان أن يبادر بقضاء الصلاة الفائتة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بقضاء صلاة العصر عندما فاتت. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم بمثل ظلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم لكن لا يعتدي في الدعاء، لا يجوز للإنسان أن يعتدي في الدعاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هل صلاها بعد صلاة المغرب؟ لا، هنا يقول فصلاها بين المغرب والعشاء، يعني بين وقتي، فصلى العصر أولا ثم المغرب ثم العشاء. نعم. عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما قال: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول:
لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم أي أنه دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، أي حان وقت الصلاة ودخل وقت الصلاة. رقد النساء والصبيان، رقد أي نام، فالنساء والصبيان ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحضر ويصلي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء. لماذا يقطر ماء؟ من الوضوء. يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أو لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وهذا واضح. نعم. وقوله هنا بالصلاة هذه الساعة يعني بالصلاة صلاة إيش؟ العشاء. فيستفاد من هذا أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلى ثلث الليل، لكن بشرط ألا يشق على الناس. إذن الأفضل في صلاة العشاء أن يؤخرها بشرط ألا يشق ذلك على الناس. ويستفاد أيضا جواز حضور النساء والصبيان إلى صلاة الجماعة في المسجد، لقوله هنا: رقد النساء والصبيان. ومن فوائده جواز النوم قبل العشاء، لأنه قال: رقد وهم لم يصلوا العشاء. لكن كما قلنا لكم فيما سبق، إذا بشرط أن يأمن فوات العشاء، فإذا غلبه النوم قبل العشاء فيجوز، لكن بشرط أن يأمن من فواتها. ومن فوائد هذا الحديث جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة إذا تأخر، جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة إذا تأخر، لأن عمر ماذا فعل؟ قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. ومن فوائد الحديث رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، لأنه أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. ومن فوائد الحديث جواز ترك تنشيف البدن بعد الوضوء، جواز ترك تنشيف البدن بعد الوضوء. هل هذا صحيح؟ أخذنا هذه الفائدة من أين؟ يقطر ماء، فمعنى هذا أنه لم ينشف بدنه، فيجوز للإنسان أن لا ينشف بدنه. ومن فوائد هذا الحديث فائدة أصولية، أن المشقة تجلب التيسير، لقوله: لولا أن أشق، فالمشقة تجلب التيسير. ومن فوائده أيضا أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء،
أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء إذا كان الإنسان يعي بنفسه، يعني يحس بنفسه. إذا كان الإنسان يحس بنفسه فإن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. وأما إذا كان النوم كثيرا بمعنى أن الإنسان لا يحس بنفسه فيما لو خرج منه شيء، فإن النوم في هذه الحالة ينقض الوضوء. إذن النوم ليس بناقض لذاته، وإنما هو مظنة النقض. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا يدل على أن النوم اليسير الذي يحس به الإنسان هذا لا ينقض الوضوء. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. معنى هذا في قوله العين وكاء السهم، يعني أن العين وكاء يعني رباط، والسهم يعني الدبر. فإذا كان الإنسان يحس بنفسه وعينه واعية فبإمكانه أن يعرف هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض. وعلى هذا فإذا كان يعي بنفسه أو يحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوءه، وأما إذا كان لا يحس فإنه ينتقض وضوءه. يلحق بالنوم الجنون والسكر وما أشبه ذلك، فإنه ينقض الوضوء لأنه لا يحس بنفسه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قوله إذا أقيمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا هي صلاة المغرب، لأنهم كانوا يقدمون طعام العشاء قبل المغرب. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أي حضر طعام العشاء فابدأوا بالعشاء. وعلى هذا فإنه يقدم العشاء على الصلاة. قال: وعن ابن عمر نحوه. ولهذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة، لا هنا نافية، لا صلاة. وقوله هنا لا صلاة هل هي نكرة أو معرفة؟ نكرة، والنكرة
إذا أتت بعد النفي فإنها تعم، وعلى هذا فصلاة هنا تعم الفريضة والنافلة. لا صلاة بحضرة طعام أي بحضور الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، هما البول والغائط. فهذا الحديث يستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يفرغ قلبه من الشواغل. لماذا؟ لأنه ماذا قال هنا؟ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، لأجل ألا ينشغل بالعشاء عن الصلاة. فلو أنه صلى وهو في الحالة فسيكون تفكيره في العشاء وينشغل عن الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث تأخير الصلاة إذا قدم الطعام وإن فاتت الجماعة، أن الإنسان يجوز له أن يؤخر الصلاة إذا قدم الطعام حتى وإن فاتت الجماعة، لكن بشرط ألا يتخذ هذا عادة، بمعنى أنه كلما حضرت الصلاة قدم الطعام. قالوا له: لماذا تفعل هذا؟ قال: لأجل أن لا أصلي مع الجماعة. هذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث سهولة الشريعة الإسلامية ويسرها، وهي أنها راعت أحوال الناس، راعت أحوال الناس. طيب، هل يقيد هذا بطعام العشاء أو حتى الغداء؟ حتى الغداء. فلو أن الغداء قدم مثلا متى؟ مثلا قبل العصر مثلا، وهو لم يصلي وقدم له الطعام وهو لم يصلي صلاة العصر، فنقول: كل ثم صلي صلاة العصر، ثم صلي صلاة العصر. إذن لا يقيد هذا بطعام العشاء، حتى الغداء. لكن انتبه هنا، قلنا يشترط نعم، يشترط ألا يتخذ عادة. كذلك يشترط أيضا أن يكون العشاء حاضرا أو قريب الحضور. فلو أنه مثلا أراد أن يصلي المغرب وهو جائع، ولكن العشاء لم يقدم وإنما بقي عليه ربع ساعة مثلا، فهل ينتظر؟ لا، لأنه ما الفائدة من الانتظار في هذه الحال؟ لا فائدة. إذن نقول إنه يشترط ألا يتخذ هذا عادة أولا، وثانيا أن يكون العشاء حاضرا أو قريب الحضور. كذلك نشترط شرطا ثالثا، وهي أن تكون نفسه تشتهيه، أن تكون نفسه تشتهيه. فلو أنه لما حانت الصلاة
قدم الطعام وهو شبعان، هل نقول أخر لأن الطعام أمامك؟ لا، لأنه انتفت العلة، هو لا يشتهي ولا يريده. فيشترط 3 شروط: الشرط الأول ألا يتخذ هذا عادة، والشرط الثاني أن يكون الطعام حاضرا أو قريب الحضور، والشرط الثالث أن تكون نفسه تشتهيه. طيب، الحديث الرواية الثانية أعدها. ولمسلم عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم، يستفاد من هذا النهي عن الصلاة حال حضور الطعام، وكذلك حال مدافعة الأخبثان وهما البول والغائط. إذن النهي عن الصلاة حال حضور الطعام أو مدافعة البول والغائط. ويستفاد أيضا الاعتناء بحضور القلب في الصلاة، لأنه إذا كان بحضرة طعام أو أنه يدافعه الأخبثان فلن يكون قلبه حاضرا، لن يكون قلبه حاضرا. طيب، هنا قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هل يقاس على الطعام أو يقاس على مدافعة الأخبثين، هل يقاس عليهما مدافعة مثلا القي؟ تعرفون القي؟ خروج الطعام. إذا كان الإنسان يدافع خروج الطعام، هل نقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا وهو يدافع القي؟ نعم، لأن العلة واحدة، العلة واحدة وهي عدم الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا لو كان يدافع بردا شديدا أو حرا شديدا فإنه لا بد أولا إذا كان مثلا في برد شديد أن يلبس ثيابا، وإذا كان في حر شديد وأراد أن يخلع ثيابه وحان وقت الصلاة نقول أخر إلى أن تخلع الثياب، لأن العلة واحدة وهي الخشوع في الصلاة. نعم. طيب، في قوله هنا لا صلاة، لا صلاة، النفي هنا هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال؟ ما رأيكم؟ في المنظومة الفقهية شيخنا رحمه الله يقول: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. ما معنى هذا؟ أي أنه إذا جاءك النفي فاحمله على هذه المراتب الثلاث. المرتبة الأولى النفي للوجود، فإن كان موجودا فإنه يحمل على الصحة، فإن كان صحيحا فإنه يحمل على الكمال. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة.
فهذا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هنا لا صلاة، هل يمكن أن تكون الصلاة موجودة بحضرة الطعام؟ يمكن. إذن هل النفي نفي للوجود؟ لا. واضح؟ طيب، ننتقل. إذن لا يمكن أن يكون نفيا للوجود. وإذا كان كذلك فإنه يكون نفيا للصحة. وهل يمكن أن يكون النفي هنا للصحة؟ نقول الظاهرية قالوا إنه نفي للصحة، فالصلاة لا تصح عندهم، لأنه إذا لم يكون نفيا للوجود فهو نفي للصحة. ولكن في الحقيقة ما عليه جمهور العلماء أن النفي هنا هو نفي للكمال، لأن نفي الصحة لا يكون إلا لأن الصلاة هنا إذا صلاها بحضرة الطعام هي موجودة بشروطها وأركانها وواجباتها ولم يتخلف شيء من ذلك، وعلى هذا فحملوا النفي على أنه نفي للكمال. طيب، وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان هما البول وإيش؟ والغائط. من احتبس بوله ماذا يقال عنه؟ يقال عنه حاق. ومن احتبس غائطه فإنه يقال عنه حاقب. هذا هو الفرق بين من احتبس من البول وبين من احتبس من الغائط. نعم، حديث الذي اقرأ. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضي وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون، يعني كأنه قال إنني أرتضيهم فلا أشك لا في دينهم ولا صدقهم. قال: وأرضاهم عندي عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، فيستفاد منه تحريم النافلة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، فلا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، لكن يستثنى من ذلك ما له سبب كما سيأتي إن شاء الله. ومن ذوات الأسباب كما لو دخل الإنسان المسجد في وقت النهي، فهنا
يصلي تحية المسجد، لا يقول أنا في وقت نهي، وإنما يصلي تحية المسجد. إذن نستفيد من ذلك بتحريم الصلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تأكيد الخبر بكثرة ناقليه، تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وبقوة الثقة بهم، لأنه قال هنا إيش؟ شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. نعم. ويستفاد أيضا من هذا الحديث منع التشبه بالكفار، منع التشبه بالكفار، وذلك لأن الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. ومن فوائد هذا الحديث وهذه الفائدة نريد من أحد الموجودين أن يترجمها لطلاب المتوسطة، وهو نستفيد من هذا الرد على الرافضة المبتدعة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. أخذنا هذه الفائدة من أين؟ وأرضاهم عندي عمر. ومن الذي قال وأرضاهم عندي عمر؟ عبد الله ابن عباس. وعبد الله ابن عباس هذا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شهد لمن؟ لعمر، فهذه شهادة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعلو مكانة عمر رضي الله عنه. والرافضة يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من الخلفاء الراشدين المهديين. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن صحابته رضي الله عنهم، ماذا قال؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومع ذلك هؤلاء يسبونهم. نعم، نريد هذه الفائدة أن تترجم لطلاب المتوسطة. من يترجمها؟ Di dalam hadis yang kita ambil barusan, yaitu dari Ibnu Abbas, dalam hadis ini terdapat bantahan kepada firqah atau agama yang bernama Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya atau mereka mengkafirkan para sahabat. Sedangkan di sini ada Abdullah ibn Abbas yang dia termasuk ahlu bait Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW, beliau mengatakan di sini, syahida indi rijalun mardiyun wardahum indi umar. Telah menyaksikan di sisiku beberapa orang dari sahabat yang diridhoi oleh Allah, yang paling diridhoi di sisiku adalah Umar. Sedangkan orang Rafidhah mengatakan bahwasannya Umar, Abu Bakar kafir. Dan dalam hadis ini bantahan kepada mereka. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhoi mereka dan mereka telah ridho Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. طيب، هنا النهي هل هو بعد الصبح أو بعد صلاة الصبح؟ بعد الصلاة.
نعم، في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح الثاني وهو بعد صلاة الصبح، وذلك لأنه ورد في الصحيح التصريح أن النهي بعد صلاة الصبح. طيب، هنا قوله وبعد صلاة العصر، ما رأيكم لو أن إنسانا جمع صلاة الظهر مع العصر جمع تقديم، هل يدخل النهي في حقه؟ نعم، يدخل إذا جمع جمع تقديم دخل النهي في حقه. نعم. الآن النهي في الحديث لا صلاة بعد إيش؟ العصر. رجل جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، مريض مثلا أو مسافر، ثم أتى وقبل أن يصل كان قد جمع الظهر مع العصر جمع تقديم قبل دخول وقت العصر، عندما أذن الظهر صلى الظهر مع العصر في وقت ماذا؟ الظهر، وأراد أن يتنفل نفلا مطلقا، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن النهي دخل في حقه. واضح؟ نعم. الحديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. في الحديث الماضي النهي ماذا قال؟ في الحديث الماضي؟ الحديث الماضي ماذا قال؟ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى إيش؟ تطلع الشمس. وهنا ماذا قال؟ في الحديث الماضي تطلع، وفي هذا الحديث حتى ترتفع الشمس بالنسبة للصبح. طيب، بالنسبة للعصر في الحديث الماضي ماذا قال؟ تغرب، وفي الحديث هذا تغيب. وتغرب وتغيب بمعنى واحد، لكن الاختلاف في أول الحديث. وعلى هذا فيستفاد من هذا تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. وما معنى قيد رمح؟ يعني من بعد طلوعها بما يقارب ربع ساعة تقريبا، ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، فهذا وقت نهي. وعلى هذا فنستفيد تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، أحوط ربع ساعة. وبعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب. لكن كما قلنا لكم يستثنى إيش؟ ذوات الأسباب، ما له سبب. طيب، لكن يستثنى ما له سبب على القول الراجح، وإلا كثير من العلماء يرى أنه لا يجوز مطلقا، لا ما له سبب ولا ما ليس له سبب، ولكن القول الراجح أن ما له سبب يصلى. ويستفاد من هذا الحديث منع التشبه بالكفار وحماية جناب التوحيد، لأننا نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين منعا
للتشبه بمن؟ بالكفار، كما قلنا لكم قبل قليل. طيب، فإن قال قائل: ما هي ذوات الأسباب التي تستثنى؟ ذكرنا لكم مثالا على ذوات الأسباب. ما مثاله؟ تحية المسجد. فإذا دخل الإنسان في وقت النهي إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعموم هذا الحديث يشمل وقت النهي وغير وقت النهي. ومن ذوات الأسباب ركعة الطواف. من المعلوم أن الإنسان إذا طاف 7 أشواط على الكعبة وانتهى من ذلك فإنه يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهاتان الركعتان يصليهما حتى ولو كان في وقت النهي. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وعلى هذا فركعة الطواف من ذوات الأسباب. من ذوات الأسباب أيضا إعادة الجماعة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى وسلم، رأى رجلين لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا ترعد فرائصهما. كيف؟ يعني يرتجفان مهابة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ لماذا لم تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني قبل أن نأتي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهما قد دخل في الشاهد من هذا أنه قد دخل في حقهما وقت النهي، لأنهما صليا صلاة الفجر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتما في رحالكم، إلى آخر الحديث. من ذوات الأسباب صلاة الكسوف، كسوف الشمس. فإذا كسفت الشمس ولو كان هذا في وقت النهي فإنها تصلى صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فعموم هذا يشمل ما لو كان ذلك في وقت النهي. من ذوات الأسباب صلاة الناس والنائم، صلاة الناس والنائم. فإذا نام الإنسان عن صلاة أو نسيها
ثم ذكرها في وقت النهي فإنه يصليها ولو كان في وقت النهي. فمثلا رجل نام بعدما صلى الظهر ولم يقم من النوم إلا قبل المغرب بنصف ساعة، هل نقول له إن هذا هو وقت نهي فلا تصلي؟ لا، نقول صلي. فهذا من ذوات الأسباب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله فليصلها إذا ذكرها يعني حتى ولو كان في وقت النهي لا كفارة لها إلا ذلك. كم ذكرنا من ذوات الأسباب؟ 5. من ذوات الأسباب التصدق على الإنسان بالصلاة جماعة، كما لو دخل إنسان لم يصلي فيجوز لك أن تقوم وأن تصلي معه فتكون لك نافلة. وهذا القول أعني أنه يستثنى من وقت النهي ذوات الأسباب هو مذهبكم، وهو مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يفتي به مشايخنا في السعودية، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وانظر، هم ينظرون إلى الحق، لا نهتم هل هذا المذهب الحنبلي أو مذهب، نذهب إلى صحة الفتوى عن طريق الكتاب أو السنة. وهذا هو قبل ذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما مذهب الحنابلة فيقولون لا يصلى لا ذوات الأسباب ولا غيرها. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ولم يستثني شيئا. لكن الشافعي رحمه الله، وهذا ما عليه جمهور العلماء مع الإمام أحمد رحمه الله، المالكية الحنفية، لكن الشافعي قال لا، مذهب الشافعي على أنه ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي جمعا بين الأحاديث. طيب، المؤلف رحمه الله هنا لم يشر إلى الوقت الثالث من النهي، وهو حين عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. ويدل لذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي أنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة، يعني عند زوال الشمس، فهذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي، يعني قبل أذان الظهر بنحو 7 دقائق أو 10 دقائق أو 5 دقائق تقريبا. فإذا يعني ما قبل الظهر ب5 دقائق تقريبا تتوقف لا تصلي، لأنه سيدخل وقت النهي إلى أن يؤذن الظهر، فإذا أذن الظهر زال وقت النهي. نعم، نقف على هذا. هل أنتم مرتاحون بطريقة شرحنا بهذا؟ هل هي جيدة؟ وهل تفهمون؟ الحمد لله. في سؤال؟
ما عندكم سؤال؟ وقت يعني انتظار وقت بعد الأذان صلاة المغرب كم دقيقة يعني وقت الانتظار خروجا عن خروج الوقت المغرب. أيوة، المغرب يدخل وقته من مغيب الشمس، ويخرج وقته عند مغيب الشفق الأحمر. تعرفون الشفق الأحمر؟ نعم. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. والناس يظنون أن وقت المغرب قصير، وهذا غير صحيح. وقت المغرب طويل، لأن مغيب الشفق يتأخر. أنا عندكم ما أدري متى يغرب الشفق الأحمر، لكن عندنا في السعودية ما بين المغرب والعشاء ما يقارب ساعة وربع إلى ساعة ونصف. تقل وتزيد تبعا صيفا وشتاء، لكن هو ليس بالوقت القصير بمعنى أنه مباشرة يغيب الشفق، لا، يجلس جزءا من الوقت. لكن عندكم بالضبط والله ما أعلم متى، فتنظرون إذا كان عندكم تقاويم أو تنظرون إلى الشفق. عندنا كما قلت لكم من ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريبا. نعم، إذا كان الإنسان قد اعتاد أنه إذا توضأ صلى ركعتين فإنها من ذوات الأسباب. والثاني ماذا قلت؟ ما هي صلاة التوبة؟ ها؟ كما جاء في الحديث إذا أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. أعطنا هذا الحديث، أنا ما أعرف هذا الحديث، أطالبك بهذا الحديث. إذا أذنب ذنبا صلى ركعتين. إذا لا يصل توبة. أنا الذي يفصل بيني وبينك الحديث. إذا أتيت لي بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب الإنسان ذنبا صلى ركعتين، أقول خلاص أسمع وأطيع. وإذا لم تأتي بحديث عليك أن تسمع وتطيع. نعم، في سؤال؟ الصلاة بعد العصر. يقولون بأن للعصر هذه سنة بعدية. بحديث عائشة. أحسنت. هذا بارك الله فيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل شيئا أثبته، وهو عليه الصلاة والسلام عندما شغل عليه الصلاة والسلام عن ركعتين عن السنة الراتبة، شغل عن سنة الظهر الراتبة،
فلما دخل على بيت أم سلمة صلى عليه الصلاة والسلام العصر ثم صلى السنة الراتبة. متى؟ بعد العصر، هي سنة الظهر، ثم استمر النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. واضح؟ لأنه إذا فعل شيئا أثبته عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به. وأما نحن فإننا لا نصلي، لأن العصر ليس لها سنة، والصلاة بعد العصر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. واضح؟ وإلا فإن بعض العلماء كما قلت يقول علينا أن نلتزم بسنة ونصلي السنة، نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عندما لم يصلي سنة الظهر. نعم. الحديث أبي داود ولكن أدري درجته. ارفع صوتك. الحديث رواه الإمام أبو داود ولا أدري درجته، أسألكم يا شيخ. ولا تدري عن درجته. أي نعم. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. طيب أنت ماذا قلت؟ صلاة إيش؟ السلطان الإندونيسي يقول بصلاة التوبة. ها؟ السلطان في إندونيسيا يقول بصلاة التوبة. يقولون صلاة التوبة؟ أي يعني تخصص هذا صلاة التوبة؟ نعم. لا. يسميها صلاة التوبة هؤلاء المسيحيون. أي لا. إذن كيف درجة هذا الحديث؟ أيوة، هذا الحديث بارك الله فيك ورد عندنا في عمدة الأحكام، ولكن ليس بهذه الصورة، وعليك أن تبحث في هذا الكتاب قريبا من هذا الحديث، وأعطيك أقرب لك في كتاب من أول الكتاب إلى كتاب الصلاة، ما بعد كتاب الصلاة لا تبحث. في سؤال؟ نعم. ينتهي وقت العصر. بارك الله فيك. العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يصلي في أول وقت الاختيار، يعني من بعد الأذان، أو يتأخر قليلا إلى نهاية وقت الاختيار، وهو اصفرار الشمس. اصفرار الشمس، لأن الشمس عند أذان العصر تكون بيضاء، ثم إذا اقتربت يعني مضى جزء من الوقت تبدأ تصفر. إذا اصفرت انتهى وقت الاختيار، فهذا الوقت يصلي فيه الإنسان من وقت الاصفرار إلى ما قبل الغروب، هذا وقت الاضطرار، بمعنى لا يجوز لك أن تؤخر إلى وقت الاضطرار إلا إذا كنت معذورا. إذا كنت معذورا فلك أن تؤخر إلى وقت الاضطرار. وعلى هذا فالعصر له وقتان: وقت اختيار، وهو الوقت الوحيد على القول الراجح أن له وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وأما صلاة العشاء فبعضهم قال إن لها وقتان أيضا: وقت اختيار إلى منتصف الليل، ووقت اضطرار إلى طلوع الفجر، وهذا خلاف القول الراجح. فالقول الراجح أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو إلى منتصف الليل فقط.
وأما ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر فهذا ليس وقتا لا للعشاء ولا للفجر. نعم. في سؤال؟ انتهيتم؟ نعم. في الحديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. الحبوط هنا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على صلاة العصر أشد الحرص. وقد ورد أن من فاتته صلاة العصر فقد وتر ماله وأهله. والمعنى العلماء يقولون أن هذا الوعيد، بعض العلماء يقول هذا الوعيد ينقل كما هو لأجل أن يتنبه الإنسان ويحتاط، لأن الإثم في ذلك عظيم. نعم. لكن هل يكفر؟ لا يكفر. نعم. في سؤال؟ كيف؟ صلاة رواتب قبل الظهر ثم صلاة وسلم بعد العصر، كيف نعرف أنها من خصوصية صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا هو. طيب، الخصوصية نعرفها إذا ورد نص في ذلك أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنكاح الهبة. نكاح الهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك في كتاب الله. ماذا قال؟ قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة أكملوا إن وهبت نفسها للنبي. الشاهد أكمل. أيوة، خالصة لك من دون المؤمنين. هنا ورد النص أن هذا خاص. والخصوصية الثانية قد نعرفها جمعا بين الأحاديث كما قلنا لك قبل قليل. واضح؟ كيف؟ إذا قال قائل أنا علة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر هنا يعني قضاء الصلاة الفائتة من الرواتب، هل صح هذا القول؟ أي هو قضى الصلاة الفائتة، وقضى صلاة الظهر الفائتة بعد العصر. هذا الذي ورد النص. حتى دخل على أم سلمة قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ سألته. فهي هذه العلة، لكن وش الإشكال؟ ما أدري. يعني إن كان علة هي هل هذه إلا إذا وجدت في أفضل النبي صلى الله عليه وسلم فعل السفر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذا الإنسان، ولنفرض إذا الإنسان سنة المغرب مثلا، سنة المغرب لم يصليها، نسي. من المعلوم أن أوقات السنن الرواتب أولا حتى تعرفوا نؤصل المسألة، متى يبدأ وقت السنن الرواتب ومتى ينتهي. بداية وقت السنن الرواتب من الأذان إلى القبلية، إذا وجدت قبلية،
من الأذان إلى فعل الصلاة، والبعدية من فعل الصلاة إلى الأذان للصلاة الثانية. واضح؟ يعني مثلا الآن سنة المغرب البعدية، سنة المغرب البعدية، أو خلينا نقول سنة الظهر القبلية. سنة الظهر القبلية متى تبتدئ؟ من أذان الظهر إلى صلاة الظهر الفريضة. السنة البعدية من بعد صلاة الفريضة الظهر إلى دخول وقت العصر. طيب، هذا رجل صلى المغرب ثم خرج من المسجد، نسي السنة الراتبة، فأذن العشاء وصلى صلاة العشاء، فلما أراد أن يصلي سنة العشاء قالوا نسيت أن أصلي سنة المغرب. نقول الحمد لله، صلي سنة العشاء ثم بعد ذلك صلي سنة المغرب. واضح؟ فإذا نسي الإنسان السنة الراتبة فإنه يقضيها. هل أجبت على سؤالك أو لا؟ أجبت؟ إذا نسي سنة الظهر البعدية يصليها بعد المغرب. واضح؟ لا يصليها بعد العصر لأنه وقت نهي. لكن لماذا نقول يا شيخ أن النبي عمد يصلي بعد العصر ثم أثبته؟ نعم، يعني أي دليل على خصوصية في هذه المسألة؟ وكان يمكن وجوده. أجبنا قبل قليل. يجوز أن يصلي بعد العصر؟ كيف؟ يصلي يعني راتبا لأن النبي أثبته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت هذا، وكان يصلي سنة الظهر في وقتها. كان يصلي سنة الظهر في وقتها وأثبت الركعتين، فظن بعض الناس أن هذه هي سنة للعصر. أفهمت؟ نعم، لكن أثبت لمن هذا يكون سنة؟ لا، ما يكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. ولو كانت سنة لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة للظهر للعصر، لأن السنن الرواتب بينت في حديث آخر أنها 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأما بعد العصر لم يرد في الحديث الآخر أن هناك سنة للعصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى سنة الظهر البعدية نسي سنة الظهر، صلاها بعد العصر، ثم في بقية الأيام كان يصلي سنة الظهر في وقتها، واستمر على صلاة سنة العصر. واضح؟ نجمع بين الأحاديث الخصوصية، أو أن يكون ورد أنه خاص كما في سورة الأحزاب. هل يجوز نصلي الصلاة القبلية بعد صلاة الفريضة؟ السنة القبلية بعد صلاة الفريضة نسيتها يعني، أو ما لم يدرك الوقت، يعني أنك نسيت السنة القبلية، أو أن حتى صلاة الفريضة. نعم، أنت الآن يعني صليت الفريضة الظهر ثم تريد أن تصلي السنة البعدية والسنة القبلية، هكذا؟ هذا سؤالك؟ هذا هو السؤال؟ نسينا الوقت ضيق ولم تصلي سنة الظهر القبلية، ثم صليت صلاة الظهر، ثم صليت سنة الظهر البعدية. نعم، فإنك تصلي بعد ذلك سنة الظهر القبلية. سبب؟ لا، هذا ليس وقت نهي. وقت النهي من بعد العصر. لأن ذكرتم آنفا أن وقت لصلاة القبلية أيوة ينتهي، لكن هذا يكون قضاء تقضي. واضح؟ ولكن
طبعا هذا معذور، أنت معذور لأن الوقت لم يكفك، فهذا عذر، كما لو نام الإنسان ونسي. في سؤال أو نختم؟ والحمد لله.